السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بيكم في قناة يوميات ماما ويوسف. النهاردة سيبكم بقى من اي عصاير شفتوها او سمعتوا عنها. انا جايه لكم بعصير قيمة غذائية عالية جدا للاطفال اللي ما بتشربش، اللي ما بتاكلش الفاكهة كده. ممكن تدخلي الفاكهة في العصير ده. العصير ده عصير تركي عثماني، دايما كانوا بيعملوه في رمضان، وما زالت تركيا اساسا بتحب تعمل العصير ده برضو في رمضان. العصير ده جبته لما شفته قلت لازم نعمله مع بعض، تبقى حاجة فايدة. اركني كل العصاير اللي انت بتعمليها التقليدية وتعالوا نعمل احلى عصير. يلا نظبط الكاميرا بتاعتنا ونشوف مكوناتنا ونشوف هنعمل ايه وايه العصير المهم قوي اللي انت طالعه تقولي عليه. يلا بينا. انا معايا كريز او كرز زي ما انتوا بتقولوا اهو، اللي بيبقى عامل زي العنب. تمام. معايا العنبه اللي هي الحمراء دي اهي. يعني حتى لو فاض منك، اظبط بس الكاميرا، لو فاض منك فاكهه تقدري تعمليه. معايا خوخ ومعايا برقوق. تمام. يبقى عنب وخوخ وبرقوق وكرز. كمان معايا ايه؟ معايا عود قرفه، ومعايا قرنفل. حط في الصين قرنفل كده، ومعايا نص كوبايه سكر. ودايما السكر ايه تبع ما انت عاوزه. معايا الحله بتاعتي هنزل بالكرز. طبعا انا مش هعمل كميه كبيره قوي لانه زي ما انتوا عارفين احنا عددنا قليل مش كبير. يلا اهو هنزل بالكرز كده وبالعنب. دول كان شويه عنب فايضين عندي، الناس كلها حلفت انها ما تاكلها. معايا عود القرفه ومعايا القرنفل. السكر مش هيتحط دلوقتي خالص، هحط كده كام واحده قرنفل اهو. معايا البرقوق، هو المفروض انه يتحط كده بس انا ايه يعني هحوش النوايا منه. مجموعه ده عصير الفاكهه ايه المحترم اللي هو كله فايده، وهتبقي قدمتي لولادك عصير خالي من الالوان الصناعيه كله فاكهه كده اهو. عايزه تحطيه بحاله حطيه لان هو كده كده هيتصفى يعني، بس انا قلت احوشها افضل. سهل قوي. البذره بس اشيلها بس تتحط بحالها كده. والله يا حته مش محتاجه سكينه. لو كنت وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش باللايك والاشتراك في القناه عشان تشجعوني دايما اكون معاكم كده. نحط كمان برقوقه كل ما نكتر من الفاكهه. بس لو تلاحظوا هنا الفاكهه كلها تعتبر شبه بعضها، واخده اللون الاحمر، ان كان البرقوق وان كان الكرز او العنب او الخوخ كله واخد نفس اللون. تمام اهو. عملت اهو مع عود القرفه ومع القرنفل. جيب الميه اهي، هحط بقى عليهم ميه كده. والعنب طبعا عنب خوخ قرفه قرنفل، والفاكهه عنب وخوخ وكرز وبرقوق. هاخدهم احطهم على النار ونشوف بعد كده ممكن هنعمل ايه. استنوا اوعوا تروحوا في اي حته، الوصفه دي هتهمك قوي. حطيته اهو على النار اهو. هسيبه بقى لحد ما الفاكهه تدوب خالص، يعني الفاكهه تسخن تدوب تغلي، وما طلعش الفاكهه الا لما اعرف انها اتهرت ودابت خالص مع الميه. هسيبه بقى على النار
لحد ما الفاكهة دي كلها تستوى، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه في احلى عصير واجمد عصير، وهينفع كمان الناس الرياضيين. هنا اهو زي ما انتم شايفين. هعمل ايه؟ معايا مصفى ومعايا حله تانية. هحط المصفى كده وهاجي اشيل ايه، اشيل الحاجه كده، الفاكهه كده. انا هطفي النار دلوقتي لحد ما اشيل الفاكهه كلها، احطها هنا في المصفى كده. تمام. ومش عاوزه اصفي الميه، انا عاوزه الميه زي ما هي. انا هشيل الفاكهه بس، يعني مش ممكن يعني محدش يقول لي مثلا طب ما تحط المصفى وتحطي حله وتصفي الميه. لا، انا عاوزه الميه دي، عاوزاها. فعشان كده هصفي منها الفاكهه. بسم الله. زي ما شايفين الميه، هما بيقولوا عليه الشربات العثمان. الشربات العثمان. انا بقول عليه العصير اللي احنا هنركز عليه بعد كده لاولادنا، لانه الطريقه دي عجبتني جدا. ان الاطفال عندنا ما بيشربوش حاجات صحيه زي دي ابدا. يعني محتاجين الحاجات دي يا جماعه، محتاجين الحاجات دي تبقى في نظامنا الغذائي مع اطفالنا. انا مش عاوزه اسيب حاجه خالص، يعني هفضل وراهم لما الاقي اطلع كل الفاكهه اللي عماله تجري مني دي. كل اللي وصل لحد هنا نصلي على سيدنا محمد عشان ناخد حسنات، وعشان كلنا بصلاتنا على سيدنا محمد ناخد حسنات كتير. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليقاتكم اللي دايما بتسعدني. كده انا يعني يعتبر ان انا لا لسه مش يعتبر خالص لسه. عايزه اقول لكم ان احنا هنصفي تاني، يعني احنا هنصفي تاني، فكده كده الدنيا هتروق يعني. معايا بقى ايه، بس عايزه اخلص الاول خالص. هنا بقى انا هبدا، وطبعا هنحط القرنفل والقرفه عشان بقى باقي حاجه بسيطه، يعني باقي حاجه بسيطه. هعمل ايه؟ معايا السكر، احط السكر، وطبعا السكر ده هيبقى تبع ما انتم حابين، وهقلبه بالمنظر ده كده. بس هاجي بقى الفاكهه دي انا عاوزه اعصرها بالمنظر ده. انا عاوزه اخد كل المستخلص اللي موجود في الفاكهه دي، فانا هعصرها كده بالشوكه بقى، بهراسه، بايدك، بس ايدك لا عشان هي سخنه. بمعلقه اهو، شوفوا هرستها، بنزل. شوفوا كل بقى ايه كميه الشربات اللي نازل
بنزل منها كمية العصارة اللي فيها كده. اجيب بقى ايه معلقة تكون احسن عشان عمالة بتطلع على ايدي اهي. لازم كله يتعصر بالمنظر ده. انا مش سايبه حاجه يا جماعه لما انا بعصرها، يعني هيبقى في الاخر طفل اللي موجود، زي ما بتعصري الطماطم كده لما يكون الخلاط بايظ اهو، زي اهالينا زمان كانوا بيعصروا الطماطم، ما كانش فيه الحاجات اللي عندنا دي كده. اعتبري بقى تقولي ان ده المركز بتاع العصير ده. بس ما عادش ولا حاجه الا لما اتعصر. شوفوا هعمل ازاي، كله اتعصر. هاخد بقى اللي اتعصر من هنا اهو، حبه دول واقوم حطاهم هنا كده. هولع النار شويه عشان ايه؟ عشان السكر يدوب، بس غلوه واحده وهقفل عليه بس. خلصنا. قلنا كل حاجه في الوصفه بيحطوا شريحه ليمون مع السكر، هتاخد غلوه وهنقوم ايه مصفيينه، ويبقى معانا احلى شربات عثماني او عصير فواكه او اي حاجه انتم ممكن تسموها. جبت حله ومصفى وسبته اديتها غلوه مع شريحه ليمون، هصفيه. تمام. عاوزه اقول لكم ان مجموعه الفاكهه اللي احنا حطيناها دي لو عملت سيرش هتلاقيها من اغنى انواع الفواكه، وخصوصا الكرز بينظم ضربات القلب، حلو للكوليسترول، ما بيتخنش، حلو للهيموجلوبين، بيعالج الانيميا، بيعالج، حلو جدا لمرضى السكر، حلو لمرضى القلب، وفي فوائد كتير جدا وكولاجين طبيعي لو جبتي، وحلو جدا كمان للهضم. الكرز فيه فوائد غني جدا بالفيتامينات وغني بالفوائد اللي منظمة للجسم بشكل جميل، بيحارب السرطانات، بيحوش الالتهابات من الجسم، وبيحارب البكتيريا. ده الكرز بس، ما بالك بقى كمان الخوخ، ما بالك العنب، ما بالك مجموعة الفواكه التانية، وكمان بنحط عود قرفة وقرنفل وليمون، يعني مجموعة كاملة متكاملة. هنسيبه يبرد وبعد كده هتشوفوه. هنعمل منه تحفة، ما خدش وقت، وحاجة بصراحة قمة في الغذاء. ما خدش يعني عصير بدل العصائر اللي احنا بنعملها بتبقى مش غنية خالص. عشان ما اطولش عليكم برضو تقولوا ان انا رغاية، هستنى عليه اما يبرد خالص، وبعد كده نحطه في الشفشق بتاعنا واوريه لكم قد ايه هو جميل، وقد ايه لونه طبيعي من غير اي الوان صناعية. اوعوا تروحوا في اي حتة، ومن برضو ما تنسوش الاشتراك في القناة فضلا وليس امر. اهو بدأ يبرد، هاخده بقى احطه في الشفشق بتاعي اهو.
بسم الله. سيبته بس يستهدى شويه عشان خاطر ايه، شغل العصير. قبل بقى ما اكمل عاوزه بقى اوريكم حاجه، ولا نكمل الاول؟ نكمل الاول عشان الحله دي اتخلص منها. بس العصير مش عصير، هما بيسموه الشربات العثمان. ده الشربات العثمان مجموعة الفواكه، انا هنا مسمياه عصير مجموعة الفواكه. هعمل ايه بقى؟ مع الكوبايه بتاعتي ده دي فراوله، هي تقيله بس على ايدي. اوريكم دلوقتي هزوق الكوبايه كده. ثواني املك الكوبايه بس اهو. تمام. بس حط التلج. تعالى انت هنا يا اخ اهو تلج. حط العصير بتاعي. الله، كوباية عصير تحفة. تقوليليش بقى رطب على القلب كده في الصيف، ولا تقولي بقى العصاير بتاعتنا ولا الكلام ده. ما لو ايه، حط شوية فراولة كمان فوق هنا اهو. بس شفتوا جماله؟ بس خلصنا العصير بتاعنا او الشربات العثماني او المشروب التركي، لان هو اساسا مشروب تركي وبيعتمدوه في رمضان، فهو ده المشروب التركي او الشربات العثماني. انا بقول عليه عصير هنا عشان ايه، هو عصير من مجموعة فواكه. يا رب تكون الوصفة عجبتكم ويا رب تكون فادتكم. جربوها مش هتندموا على مجموعة الفوائد اللي هي فيها. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد ويوصل لكم كل اي اشعار، ودايما نبقى متواصلين مع بعض لو انتم حابين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم.